تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لاستقبال زوارها المشاركين في مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، وذلك بعدد من المشروعات الفريدة من نوعها. فقد قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من أهم هذه المشروعات الجارية تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة بواقع 30 مشروعا، منها توسعة مطار شرم الشيخ الدولي ومجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة، وتطوير طرق المدينة ومحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرا بانورامية، والمبنى التجاري، والبنوك، ومحطات النقل صديقة البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين ومحطات شحن السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومبنى الرصد الأمني الموحد، و260 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية. ولفت المحافظ أن مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلت لكم كوب 27 العالم كله انظاره بتتجه لشرم الشيخ. شرم الشيخ هتصبح قبله العالم من يوم 6 ليوم 18، ده عشان زعماء وملوك وامراء وساسه من العالم كله هيجتمعوا من اجل انقاذ البشريه. المؤتمر ده 27 كوب 27 لو ما طلعش بتوصيات تتنفذ على ارض الواقع وبصراحه شديده، الارض هتكون في خطر والانسانيه هتكون في خطر. مش كلامي على فكره، ده كلام الرؤساء والزعماء في كوب 26. هو ده اللي قالوه، ان شرم الشيخ هي الامل والملاذ الاخير ان هم يجتمعوا على حلول واقعيه يتم بها انقاذ البشريه والطبيعه الام التي اعلنت غضبها على الانسانيه. خلينا نرحب بضيفي الكريم اللي مشرفنا، الاستاذ الدكتور وحيد امام، استاذ العلوم البيئيه بجامعه عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي ورئيس المجموعه المشرفه على المتغيرات المناخيه. نورنا. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. اهلا بك. ازي حضرتك دكتور؟ شرم الشيخ، معنى اعلان شرم الشيخ اول مدينه خضراء ذكيه يعني ايه في البيئه؟ معناها ان المدينه دي من ضمن المدن المستدامه اللي تواجد فيها الاشتراطات اللي عشان تخليها مدينة خضراء لازم تجد على الأقل 6-7 اشتراطات. الاشتراطات دي رقم واحد انها لا تستنزف الموارد الطبيعية اللي موجودة فيها، مدخلاتها منها فيها. يعني ايه؟ يعني انا عايز اجيب مثلا الفنادق اللي موجودة وسائل تغذيه ونقل والقصص دي كلها ما تطلعش من المحافظات التانية وتجي لها، هي تغطي نفسها بنفسها. عايز مصادر طاقه يبقى طاقه جديده ومتجدده وهي تغطي نفسها بنفسها. عايز موارد ميه ممكن يبقى من عمليه التحليه، موارد الكلام بتاعي هنا اهو واشتغل. اذا الاكتفاء الذاتي اللي انا بدور عليه هنا اهو في كل مناحي الحياه على شرم الشيخ على ارضها لازم يبقى موجوده. عشان اتكلم على زي الشجره الخضراء. الشجره الخضراء بتعمل ايه؟ بتخلصك من كل الملوثات الموجوده واهمها طبعا ثاني اكسيد الكربون، وتديك الاكسجين وتديك الحياه. ولو قعدت تدور على الفوائد بتاعتها تلاقيها كتيره صح؟ لا تعد. فبالتالي اعلانها مدينه خضراء طبعا احنا بنفخر بالكلام ده. شفنا في التقرير ان في مجموعه كبيره من المشروعات، اكثر من 20 مشروع منفذ في كل اوجه التنميه اللي موجوده.
كل المشروعات دي اهو مشروعات مستدامه، وده النقطه الهامه اللي احنا بنراعيها فيها. بمناسبة النقطة الهامة، يعني احنا شفنا دولة رئيس مجلس الوزراء افتتح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وتم اختيار مشروعات. أهميتها إيه؟ الناس بتتساءل، يعني لأن رئيس الوزراء قال كلمة، قال لك إن دي نتاج لأهداف كوب 27، يعني في الطريق إننا نحقق بقى موضوع المشروعات الخضراء والمشروعات الخضراء الذكية، وشفنا ناس اتكرمت بمشروعاتها. معناها إيه المبادرة دي؟ بص ليه؟ يفترض ان مصر عندها رؤيه مصر، انا بتكلم على البرامج الاستراتيجيه والخطط الاستراتيجيه، رؤيه مصر 2030 ادي واحده. الثانيه الحديثه اللي كانت موجوده اعتبارا من مايو واطلقت، اللي هي الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه 2050. تمام. مش بس كده، ده كان على مصر انها تقدم الاقرار الوطني المحدث للتغيرات المناخية، تقول فيه التزاماتها تجاه العالم وهتعمل ايه من برامج ومشروعات تخفيف وتكيف لغاية 2050، وازاي توصل للحياد الكربوني. طب عشان تعمل الكلام ده كله، يعني ايه حياد كربوني؟ معلش. صفر كربون، صفر انبعاثات كربونية. دي ممكن تحصل؟ طبعا عادي، مفيش مشكلة خالص. اما حضرتك استاذ بيئة هتقول سهلة بس. بص يعني ممكن تحصل انا حد مثال وارجع تاني اكمل هنا اهو. انا عايز اعمل مصنع. طب اوكي، المصنع ده هيطلع ايه؟ هيطلع انبعاثات ثاني اكسيد كربون وميثان والكلام من ده. هي دي الانبعاثات اللي انا عايز اتخلص منها. انا ما عنديش مشكلة، هات تكنولوجيا تقلل الانبعاثات، ادي واحد. ازرع منطقة جنبها خضراء تمتص الكم ده، يبقى انت اللي طالع على قد اللي رايح. خلصت القصة دي ببساطة شديدة. يعني انت صفقتها، فاهمني؟ اعمل حاجة تانية. طلع عندي انبعاثات هنا اهو كتيرة شوية، اعمل محطة طاقة شمسية وشغل المشروع بيها، وهبالك ازاي هتعمل تخفيفها. يبقى انا على قد ما اطلع على قد ما اخففها. أو اعمل ديكربونايزيشن، امتص ثاني اكسيد الكربون اللي موجود. التكنولوجي سهله والحسابات بتاعتها ما فيهاش مشكله. مش صعب. لا مش صعب، المهم بس ان انا عايز ايه بقى؟ عايز المشروعات دي. هو ده اللي بتكلم عليه، اللي هي المبادره الوطنيه اللي هي عايز المشروعات دي. هي دي بقى اللي بتوصلني ليها كويس. وبالتالي احنا بنتكلم على مبادره وطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه. يعني شوف انت بتتكلم على ايه؟ على 5 اوجه مفروضه. مبادرة يبقى لازم كل الشعب يشارك فيها. بالفعل كل ال27 محافظة شاركوا فيها. مش بس كده، ده الجهات الحكومية والقطاع الأهلي اللي هو الجمعيات الأهلية والمؤسسات، والقطاع الخاص شارك فيها، وللمرأة شاركت فيها، وهبالك ازاي على وجه التحديد، وكان ليها ايه؟ مشروعات تم تقييمها. وبالتالي كان في عندي 6 فئات ابتدت تتقسم عليهم المشروعات دي، ومن ال6 فئات خدوا 3 على مستوى الجمهورية. اتقدم أكتر من 5000 مشروع ذكي جدا. وده بيقول لك هنا هو زي معالي رئيس الوزراء ما قال في الافتتاحة، احنا بنفخر ومصر بتفخر ان فيها هذه العقول اللي بتطلع الافكار الجديدة لهذه المشروعات. فاصبح عنده بنك مشروعات بيعرض منها ال18 صحيحة، ولكن بقية ال5000 قابلة للتنفيذ، وهتحقق لي الهدفين: تخفيف وتعين الشعب على التكيف ضد الآثار السلبية للتغيرات المناخية. يعني هو الموضوع مش بس ال18 لا، لو أنا عندي من 5000 حاجات هتفيدني هاخد منها. طبعا. أيوة. أنا بعرض نموذج. ال18 دول مش هم اللي احنا هنجيب لهم التمويل. احنا مصر أعلنت إن هي محتاجة للمشروعات اللي هتعلن عنها 120 مليار دولار. مش هيتصرفوا على 18 مشروع. صح. مستحيل. وعندك 5000 فكرة و5000 حاجة مستحيل. وبالتالي احنا ما بنعرضش 5000، احنا بنعرض افضل النماذج اللي قابلة للتكرار والتنفيذ، واحيانا بتكون بعضها بالفعل منفذ، بس بنمد ونوسعه. هل الدولة المصرية بتسير، وانت استاذ للعلوم البيئية، بتسير في الطريق الصحيح المنهجي باستخدام كل الوسائل من اجل الوصول في يوم من الايام لحالة نموذجية خضراء ذكية للدولة المصرية؟ انت مش بتقول بتسير، هي صارت من زمان.
صح. يعني احنا من بعد الثوره واحنا شغالين بخطى، هذه الخطى لو تحسبها تجد انك فخور ان انت مصري. وانا انا طب اكتر حاجه استوقفتك انا إيه ببقى طيب؟ مبسوط جدا. رقم واحد، تعالى مثلا في مجال زي مجال هقول التخفيفه. انت النهارده عندك 20% سنه 2020 عندك 20% من انتاج 2030 2020 اللي احنا 2022 اللي احنا موجودين فيهم دول. اجمالي انتاج الطاقه الجديده او المتجدده اللي موجوده عندك 20%. اوكي. عارف يعني ايه 20%؟ يعني لو الاستوديو بتاعك ده ما كانش فيه وقود، يعني أيوة الوقود الاحفوري، البترول والغاز والبتاع مش عارف ايه، عشان ولا الكهرباء مش هيطفي الاناره اللي موجوده فيه. هتقدر تشغله 20%، تقدر تشغل 20% وهب بالك من مصادر الطاقه الكهربائيه بتاعتك بشكل مستدام. رائع. طب مستهدف انها توصل ل 42%، والخطط بتاعتها محطوطه ومشروعاتها محطوطه وتمويلها محطوط على عام 35. تمام. يعني انت بتتكلم على 13 سنه، يعني اكني داخل على 50%. واخد بالك ازاي؟ ده بيعمل ايه؟ بيحقق لك استدامه، بيحقق لك نوع من انواع التنميه اللي انت بتبقى قاعد ومستريح كجيل حالي، وجيل مستقبلي. عينك ولادك مش هيتعبوا انهم يدوروا على مصادر الطاقه الناضبه. خلي بالك، البترول بعد فتره رايحه، الغاز وراه بعد فتره تانية، الفحم هيقعد شويه، واخد بالك ازاي؟ عمره طويل شويه، ولكن احنا في خلال من 2020 من 2022 لغايه 2100 اللي احنا بنتكلم عليهم دول، هينتهي عصر البترول والغاز الطبيعي والقصص دي كلها. خلاص هينتهي. هيبقى الحل ايه؟ ان الدنيا كلها تعتمد على الطاقه الجديده والمتجدده. هل مصر فعلا خدت خطوات رائعه؟ خدت الخطوات بحسابات محسوبه، بتمويلات معروفه. ومش بس كده، ده الاستثمار اللي جاي مثلا في مشاريع لا تخطر على البال وابتدت تخش في مصر زي الهيدروجين الاخضر كمصدر طاقه جديد ومتجدد، واخد بالك؟ وهيفتح لك سوق كبير للطاقه، سوق كبير للعماله والتصدير الخارجي، وهيجلب لك عمله صعبه بشكل جيد جدا. انت الدنيا عندك، انا شايف الحكومه ماشيه كويس والقياده ماشيه كويس. على الرغم من العالم قد تكون معوقات ماليه ممكن واقتصاديه، ولكن المؤتمر ده هيحل جزء منها. طيب كويس. حضرتك قلت ماذا يريد العالم من كوب 27؟ اللي انت قلته في البدايه. بصراحه يعني ايه؟ انا عندي الارض دي مشكلتها انها لا تتحمل في زياده درجه حراره الغلاف الجوي بتاعها عن الدرجه ونص اللي احنا بندور عليهم. المشاهد يقول ايه درجه ونص؟ اقول له متوسط درجه حراره الارض اللي تقيم صلب الحياه اللي الانسان يقدر يعيش فيها والنبات والحيوان وكل حاجه 15 درجه. مع الثوره الصناعيه من 1850 وصلنا النهارده انها بقت 16.1. واحد يقول لي 1.1 ده ما بين النهار والليل ممكن يبقى 20 درجة، ممكن يبقى 15 درجة، ممكن يبقى 10 درجات. أقول له لا، أنت بتتكلم على غلاف جوي بيحيط بالأرض ويسيطر على كل مناحي الحياة. الدرجة أو الجزء من الدرجة الصغيرة بتاعتها ممكن ترفع متوسط درجة حرارة الجو اللي أنت عايش فيه من 4 ل6 درجات. متوسط درجة حرارة المية وصلت عندنا السنة دي 6 درجات في الارتفاع عن المعدل الطبيعي بتاعها. لك أن تتخيل المية بتتمدد مع الحرارة اللي موجودة، طيارات بحرية بتبتدي تطلع معاك والناس مش حاسة بيها، بعضها بيبقى غاطس بعضها بيبقى صاعد، بتبقى مشاكل كبيرة لاختلاف الكثافات ممكن تغرق. ده بقى احنا مش بنتكلم على ذوبان ثلوج، ده انا بتكلم بس على حرارة تتغير بس. واخد بالك ازاي؟ كتلة المية اكنك المية بتغليها، واخد بالك ازاي؟ أيوة. حاجة مش منطقية خالص اللي بيحصل. فالعالم كله عينه من باريس 2015 على ان الحرارة بتاعة الغلاف الجوي لا تزيد عن 1.5. طب احنا زدنا كام؟ 1.1، ناقص لي كام؟ 4. مفروض ان انا ما ينفعش اوصل لها. لا، هم بيسعوا ان هم اذا وصلوا لها يوصلوا لها على المدى البعيد، بس ما يتخطوهاش. بس ما ينفعش اوصل لها اليومين دول. لا،
هو لو فضل العالم ماشي على المنحى بتاع الانبعاثات اللي موجوده حاليا هيوصل لها في اقل من 3 سنين. في اقل من 3 سنين؟ في اقل من 3 سنين، في اقل من 3 سنين هيجيب ال4 من 10 درجه دول لو فضلنا ماشيين كده. وبالتالي احنا كنا العالم كله بيخطط انه على عام 2030 يحصل تخفيض في انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بنسبه 50%. مستحيل. ليه؟ مستحيل. ليه؟ لان ما زال دلوقتي في دول لا تلتزم، واكبر هذه الدول اللي موجوده الولايات المتحده والصين. دول الاثنين دول عندهم حوالي 40% من الانبعاثات، وبالتالي اذا كان دولتين عندهم 40%، لو حطيت انا مجموعه ال20 معاهم بنوصل ل 70%. طيب اذا خلينا بقى نقول في الاجتماع اللي جاي، في المؤتمر اللي جاي في كاب 27، يا جماعه اذا سمحتم انتم كدول عظمى، انتم كمجموعات بتقود العالم، اذا سمحتم اتفقوا على ما جاء في باريس. انا مش عايز اكتر من كده. وانتوا في جلاسكو قلتوا احنا ما عندناش مشكله وهنسعى لتحقيق ده في شرم الشيخ. يبقى الرئيس قال ايه؟ قال في الجمعيه العموميه، لو هبالك ازاي في الكلمه المسجله بتاعته، ان انا بدعو دول العالم اللي هي ال 197 اللي اشتركوا انهم يفوا بالالتزامات بتاعتهم، لا يتملصوا منها. دي نقطة مهمة. وحتى الدول الكبرى يجب ان هي تفي بالتزاماتها. يعني انا عايز ابدا، المفروض ان هم يساعدوا بيها الدول الفقيره. انا النهارده واخد بالك وصلت معاك لاتفاق، خليني ابني عليه، مش هرجع بقى. يعني احنا مش عايزين. حضرتك شايف ان لابد ان تكون قمه التنفيذ؟ ده هي قمه التنفيذ، وهم اطلقوا عليها ان هي قمه التنفيذ خلاص. كان اخر القمم اللي ممكن يحصل فيها ديبيت ومناقشات كانت جلاسكو 26. اوكي، خلصنا خلاص من القصه دي. تعالى بقى عشان نعمل عمليه التنفيذ. في عمليه التنفيذ انت محتاج ايه؟ نقول العالم محتاج ايه؟ محتاج مشروعات للتخفيف. طب هو مين اللي عنده مشروعات التخفيف اللي موجوده؟ الدول الصناعيه الكبرى والدول العظمى. مشروعات التخفيف تحتاج نو هاو، براءات الاختراعات والقصص دي كلها. اذا سمحتم ادوها لنا، وما تدوناش الجيل القديم، ادونا الجيل الجديد كويس منها، واللي نقدر نشغله ونمصره، او اي دوله تقدر ايه تصنعه عندها. ادي واحده. الحاجه الثانيه، ما تدهونيش بقروض. النقطه دي مهمه. لا، ادوني منحه كويسه، يعني فور فري زي ما بيتقال. هو المفروض في التزام تجاه الدول الفقيره او الناميه ان هي تواجه التغير المناخي ب 100 مليار دولار، ولكن الدول الكبرى بعضها بيتنصل او بيتملص من. لا هم انا اتفق معاك، بس هم بالاجبار المره دي هيبداوا لازم يمولوا الصندوق. ما فيش فيه فصال خلاص. لا خلصنا خلاص من القصه دي. انا اعتقادي ان انتهت. نعم يا فندم. الطبيعه الام نورت اللمبه الحمراء. نورت. ما هم شافوا اوروبا نورت اللمبه الحمراء في اغسطس، واخد بالك ازاي؟ اللي فات اكتوبر واغسطس واكتوبر وبتاع الحرائق والجفاف والقصص دي كلها شافوها، والفيضانات اللي موجوده في الدنيا. شح. هم دخلوا في شح مياه. انت عندك المشاكل الاساسيه اللي موجوده اللي بتواجه العالم واللي هتواجههم ويتكلموا عليها في شرم الشيخ. 3 مشاكل. رقم 1 نضره المياه، ادي 1. مشاكل الطاقه، 2 مشاكل الغذاء. ال3 دول هم دول اللي على العالم كله. وبالتالي هل التغيرات المناخيه بتعتبر الحد الفيصل فيهم؟ ليه؟ النهارده اذا ارتفعت درجات الحراره، الزراعات اللي موجوده ممكن ما تطلعش. اذا انخفضت درجات الحراره بالزياده، برضك بعض الزراعات ممكن ما تطلعش. اذا ارتفعت درجات الحراره وسيحت او تسببت في ذوبان الجليد اللي موجود معايا، وابتدت المياه تطلع على الشواطئ الموجوده والجزر المنخفضه اللي موجوده في البحار والمحيطات، هتغرق اللي موجوده. او اذا حزام الامطار اتغير اللي موجود معايا، هينزل سيول زي ما حصل في باكستان. الزراعات اللي موجوده اتاخدت كلها في السكه. اما تتاخد كلها في السكه وتضيع، طب الله الشعب هيعمل ايه ويستثمر في ايه وياكل من فين؟ هتبقى مجاعات. انت النهارده المناخ حاكم، ما فيهوش فصل، وطول عمره حاكم. طول عمره حاكم، واخد بالك ازاي؟ وعشان كده كنا بنقول 15 درجه دي اذا قالوا نخش في عصر جليدي، اذا زادوا دخلنا في الاحترار.
احنا بندور دلوقتي ان في حاله احترار عالمي، جلوبال وورمنج، مش احتباس حراري. ما هو الاحتباس الحراري دي ظاهره طبيعيه، يمكن زيادته بقى هو ده اللي دخلني في الاحترار العالمي. زياده الاحتباس الحراري هو اللي دخلني بقى هنا اهو، لان الغازات زادت فحبست طب ايه اللي وصلنا لهذه المرحله الخطيره اللي بتخلي كوكب الارض يواجه كارثه انسانيه بكل المقاييس، الامر اللي حطوا كل الامال على كوب 27؟ انا هقول لك ايه، ان للاسف اما ابتدوا الثوره الصناعيه في 1850 زي ما بنحكي القصه بتاعتها، اختراع الموتور، واخد بالك ازاي؟ عشان يشتغل والانجن تشتغل والقصص دي كلها لازم تحرق وقود. ابتدت حرق الوقود وحرق الفحم في كبداياته، ابتدى يطلع الانبعاثات الموجوده. العالم فضل نايم على الثوره الصناعيه لغايه 1972. ادي 50 سنه وادي 72 سنه، 122 سنه لمصالح خاصه، نايم لمصالح خاصة. خلاص لغاية ما ابتدى التلوث. ما كانش بقى ساعتها بنتكلم، احنا شافوا بقى هنا هو نسبة التلوث ونسبة لندن جت في وقت من الأوقات ما كان الضباب مغطيها خالص، واخد بالك ازاي هناك، والأول فراشات بتموت، والدنيا اللي كنا بندرسها للطلبة الدنيا كلها اتغيرت. فقالوا لا، الدنيا ابتدت تتغير. من هنا في ستوكهولم 72 قالوا المشكلة دي مشكلة عالمية اللي هي لازم نواجهها. طب نواجهها ازاي؟ دولة واحدة تواجهها؟ احنا على فكرة لا كنا متسببين قبل كده ولا متسببين بعد كده ولا حاليا دلوقتي. كل الدول النامية وكل الدول العربية والأفريقية، وبالتالي لما بيحصل مشكلة هم على طول يدقوا ناقوس الخطر، اجمعوا العالم. فجمعوا العالم وعملوا برنامج الامم المتحده للبيئه سنه كام؟ 72. انتبهوا بقى لتغير المناخ سنه 90. ناموا من 72 ل 90. هو انتوا لازم خلينا نقف عند ناموا من 72 ل 90، وهيكون لنا لقاءات. يعني اسمح لي يعني نقتنص من وقتك كده، يعني في الفتره القادمه خلال وقت المؤتمر نتقابل ونتكلم ونفهم الناس امور، لان النهارده استفدنا بشكل كبير جدا من علم حضرتك. اكيد والناس اللي زي حضرتك هم اقدر ناس يوصلوا المعلومه بشكل سهل. فاسمح لي ناخد منك وعد ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. حبيبي نورتنا. اهلا بيك. طبعا الاستاذ دكتور وحيد امام، استاذ العلوم البيئيه بجامعه عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي وايضا رئيس المجموعه المسؤوله عن التغيرات المناخيه. نورتنا. اهلا بيك. وهيكون لنا لقاءات اخرى باذن الله. شكرا لحضرتك. ان شاء الله. شكرا لك. بنتكلم وفهمنا. اظن الكلام ده قاله دكتور وحيد في الاخر واضح. احنا ملناش ذنب، ولكن مصالح دول بتدفع ثمنها دول اخرى. بس المره دي اللي هيدفع الثمن الانسانيه، بل الكره الارضيه كلها، لو ما فيش استفاقه وقمه تنفيذ حقيقيه في كوب 27. خلصت حلقتنا النهارده، وبكره يوم جديد. الى اللقاء.